الثقب الأسود مش خيال، ده جسم موجود فعلا في الكون وعنده خواص محددة هنتكلم عنها بالتفصيل. أول حاجة، يعني إيه ثقب أسود؟ الثقب الأسود هو نجم ضخم انتهى عمره وانضغط لدرجة إن كل كتلته اتجمعت في مساحة صغيرة جدا، ونتيجة للضغط ده الجاذبية هناك بقت قوية جدا لدرجة إن مفيش أي حاجة تقدر تهرب منها، حتى الضوء نفسه. ودي مش حاجة خيالية، دي حاجة حاصلة فعلا في الكون، وعلماء الفلك رصدوا ثقوب سوداء في مجرات بعيدة عن طريق تأثيرها على النجوم والغازات اللي حواليها. طيب إيه اللي هيحصل لو حد قرب من ثقب أسود؟ في البداية مش هيحس بحاجة مختلفة، حركته هتكون طبيعية جدا ومفيش أي قوة مفاجأة هتشده، لكن تدريجيا الجاذبية بتبدأ تأثر على جسمه بشكل غير متساوي. يعني لو القدم هي الأقرب للثقب الأسود هتكون تحت تأثير جاذبية أكبر من الرأس، ده بيخلي الجسم يتمدد تدريجيا، والعلماء بيسموا التأثير ده باسم السباجيتيفيكيشن، وده مجرد وصف للتمدد. لكن في نفس الوقت الزمن هيتأثر، يعني لو حد بيتفرج من بعيد هيلاحظ ان حركة الشخص اللي قريب من الثقب الأسود ده كل ما قرب من الثقب كل ما كانت حركته بطيئة، لكن بالنسبة للشخص القريب من الثقب فعلا إحساسه بالوقت هيكون طبيعي جدا، وده طبقا للنظرية النسبية العامة للعالم أينشتاين، إن الزمن والجاذبية مرتبطين، وكل ما الجاذبية زادت الوقت بالنسبة للمراقب البعيد بيكون بطيء. أهم حاجة بقى في المرحلة دي هي عبور أفق الحدث. أفق الحدث دي النقطة اللي مفيش بعدها أي رجوع، مفيش حاجة تقدر تهرب منها ولا حتى الضوء نفسه، ما بيكونش فيه أي حاجة مختلفة أو مميزة في العبور، يعني ما فيهوش صوت ولا إشارات، بس من الناحية الفيزيائية أي مسار بعد النقطة دي بيتجه نحو مركز الثقب الأسود. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الجسم هيفضل متأثر بتفاوت الجاذبية، يعني التمدد التدريجي للجسم هيفضل مستمر، ده غير إن سرعة التمدد ودرجة التفاوت هتعتمد على حجم الثقب الأسود. يعني الثقوب الصغيرة القوة فيها بتكون قوية جدا وتأثير بيكون أسرع، لكن في حالة الثقوب الضخمة ممكن تعدي الأفق وتستمر فترة قبل ما يحصل تمزق ملحوظ. أما بالنسبة للسنجلاريتي أو المركز فدي نقطة كثافتها عالية جدا والحجم عندها بيقترب للصفر. قوانين الفيزياء اللي نعرفها أثبتت فشلها في تفسير إيه اللي بيحصل في المنطقة دي، وعشان كده دي بتعتبر من أهم الألغاز في الفيزياء الحديثة، وده السبب اللي بيخلي دراسة الثقوب السوداء مستمرة وسبب الأهمية العلمية الكبيرة ليها. لكن من أكتر المشاكل اللي هتواجهنا في دراسة الثقوب السوداء هي مشكلة المعلومات. فيزياء الكم بتقول إن المعلومات اللي دخلت الثقب الأسود مش المفروض إن هي تضيع، لكن وجود الثقب الأسود بيظهر خلاف مع قوانين ميكانيكا الكم، والسؤال ده محل نقاش بين العلماء وبيفتح المجال لدراسات جديدة عن طبيعة الكون. خلاصة كل اللي اتكلمنا فيه عن الثقب الأسود إن مفيش حاجة اسمها شفط مفاجئ عند الاقتراب، وإن الحركة بتكون طبيعية جدا في البداية، الجسم بيتأثر تدريجيا بقوة متفاوتة حسب الجاذبية، والزمن بالنسبة لمراقب بعيد بيتباطأ لكن إحساسك أنت بالوقت بيكون طبيعي، وعبور أفق الحدث ما فيهوش رجوع، والمركز نقطة كثافتها عالية جدا وما نعرفش بالضبط ايه اللي بيحصل هناك. اما بالنسبة لمشكلة المعلومات فهي لسه مفتوحة، وده يعتبر واحد من اكبر الالغاز في الفيزياء الحديثة. الثقوب السوداء مش مجرد اشياء مخيفة، دي مناطق بتكشف لنا حدود فهمنا للكون، وبتخلي العلماء يواصلوا البحث والمعرفة عشان نتوصل لحقيقة الجاذبية والزمن والمادة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قريب.